فيلمنا بيبدأ في مصر لما الملك حورس بيحكم البلد، وبنشوف احتفال التتويج وكلهم بيقدموا الهدايا لحورس. وهنا أوزوريس بينادي على ابنه حورس علشان يلبسه تاج الحكم. وقبل ما ده يحصل بيظهر ست أخو أوزوريس اللي كان جاي يتخانق مع أخوه على الحكم وقتله قدام الناس. ووقف ست وفضل يقول للناس إنه الملك الجديد. أما حورس لما شاف أبوه بيموت أخد الخنجر وراح يحارب عمه ست. هنا بيتحولوا بأشكال مختلفة، وست ضرب حورس في عينيه. بنشوف ست بقى هو بقى الملك وسيطر على مصر كلها. ده كان حكمه للبلد كان سيء جدا، وكان بيعامل الناس وحش قوي لانه ملك ظالم. وبيظهر ولد اسمه بيك ومعاه صاحبته اللي كانوا هما الاتنين عبيد، وكانت صاحبته عبده عند المهندس اللي شغال مع الملك ست. هنا صاحبته بتقول له انها عايزه حورس هو اللي يساعدهم علشان يكونوا احرار، وعملوا خطه هما الاتنين علشان يسرقوا الكنز بتاع الملك ست اللي كان جواه عيون حورس. وبيروح بيك لمكان الكنز وبياخد عيون حورس، وبيقدر يرجع مرة تانية لصاحبته، لكن بيلاقي عندها جنود الملك ست علشان المهندس اللي شغال مع ست عرف ان خريطة الكنز مسروقة. ولما شاف بيك سأله سرقت ايه من كنز ست، بيك كان ذكي جدا لانه سرق حاجة دهب مع عيون حورس وقال له انا ما سرقتش غير قطعة الدهب دي. هنا المهندس حكم عليه بالاعدام، وقبل ما الجنود يمسكوه طلع عيون حورس واتعامد كل الجنود من قوة النور اللي خارج منها، وقدر يهرب هو وصاحبته. لكن قدر المهندس يضرب السهم على صاحبة بيك، وهنا جريوا بسرعة ودخلوا قصر حورس. ولما دخل عند الملك حورس قال انا معايا عيونك لكن علشان تاخدها عندي شرط. اتعصب حورس علشان ازاي العبد يشترط على الملك، وبيحاول حورس يضرب بيك كان بيفشل في كل مرة. هنا حورس بيستسلم وبيقول له يحكي محتاج ايه. بيرد عليه بيك وبيقول له انه لازم ينقذ صاحبته. بيحاول انه ينقذها لكن مفيش فايده، وبيقول ان البنت دي فاضل لها شويه وتموت. هنا بيظهر حد بيساعد البنت وبيتكلم معاها وبيقول لها انها لازم تقدم له حاجه مقابل انه يساعدها. هي بترد عليه وبتقول له انها ما عندهاش حاجه تقدمها. هنا الشخص ده بيسيبها تموت، وبيزعل بيك لموتها وبيقرر ما يرجعش العيون للملك حورس علشان ما قدرش يساعد صاحبته. وبيتخانقوا مع بعض لدرجه ان حورس كان هيموت بيك، وعلشان بيك ينقذ حياته بيديله عين من عيونه. ولما حورس طلب عينه التانية بيك قال له انه مش معاه غير عين واحده بس، وان العين التانية في هرم ست. اتفق حورس مع بيك انه لو ساعده انه يرجع عينه التانية هيرجع له صاحبته، وبدأوا في مهمتهم. في نفس الوقت بنشوف الملك ست بيكتشف ان عين حورس اتسرقت، ومش بس كده ده كمان رجعت للملك حورس. بيفضل يلوم الجيش والمهندس علشان العين اتسرقت، وبيقرر انهم يدوروا على بيك وحورس علشان يعدموهم. فبنشوف حورس ومعاه بيك طالعين على جبل، وهم طالعين بيك بيقول للملك حورس احنا رايحين فين؟ بيرد عليه حورس وبيقول له انه طالع يطلب المساعده من جده، وبيقول له انه هيطلب منه انه يقدر يرجع له قدرته على الطيران. فعلا قدر يرجع يطير من تاني، وطار حورس ومعاه بيك في السماء. فجأة بيظهر جد الملك حورس، وبيظهر بشكله الحقيقي وهو ماسك سلاح وبيحارب شيطان كبير كان عايز يدمر العالم وبيقتله وبيحافظ على السلام. وبيبدأ حورس يحكي لجده على كل اللي حصل، وان عمه قتل ابوه اوزوريس وكمان اخد عينيه وسيطر على مصر كلها وكل الناس بقت عبيد عنده. جده بيقول له انه مش حابب يتدخل في مشاكل ولاده علشان كده هو هينشغل عن حماية العالم، لكن بيطمنه بيقول له ما يقلقش كل حاجه هتكون تحت السيطره. وبيسمح له انه يلمس الميه بتاعته وبياخدها وينزل على الارض علشان دي اللي هتدمر ست. فجاه بيلاقوا جنود الملك ست بيجروا وراهم، وفضلوا يتخانقوا مع بعض عند شلال الميه. وهم بيتخانقوا وقع بيك وحورس في الميه، لكن قبل ما يغرقوا حورس استخدم السلاح بتاعه وقدر ينقذ نفسه وبيك. هنا بنعرف سر الميه اللي معاهم لانها هتطفي النار اللي في جبل النار، ودي اللي الملك ست بياخد قوته منها. وبكده حورس هيقدر ينتقم من ست. بنشوف البنتين اللي ست بعتهم علشان يحاربوا الملك حورس، وبنشوفهم هم راكبين على التعابين العملاقه وبتجري وراهم. وفي نفس الوقت بنشوف الملك ست بيروح عند آلهة الحب اللي كانت ميتة قبل كده ورجعها الملك ست من الموت مرة تانية، لكن هي بتحب الملك حورس وكمان عندها نفس القوة اللي عنده حورس. وبنشوف ست بيقول لها انه عايز يروح عالم الموت علشان بعدين يقدر يحكم العالم، لكن هي بترفض وبتقول له انها عارفة انه اخد عيون حورس. وبعد كده بيتعصب عليها وبيحاول يقتلها، لكن هي بتقدر انها تخلع الاسورة بتاعتها علشان تحمي نفسها، وبترجع لعالم الموت تاني وبترجع تلبسها من تاني علشان ترجع للحياة. بنشوف حورس وبيك بيوصلوا لمعبد قديم، لكن بيشوفهم البنتين اللي راكبين تعابين عملاقة بتطلع نار من بقها وكأنهم جنود مش تعابين. لكن حورس وبيك بيقدروا يستخبوا، وبتظهر فجأة شخصية بتنقذهم بقوتها الجبارة وبتاخدهم وبيروحوا عند الهرم اللي فيه العين التانية بتاعت حورس. وبتقول لهم انه مش سهل يقدروا يدخلوا جوه الهرم علشان في وحش جوه الهرم، وانهم لازم يجاوب على اللغز علشان يقدروا يدخلوا. هنا حورس بيقرر يروح لحد جديد علشان يساعده يدخلوا الهرم. الشخص اللي بيروحوا له بيقول لهم انه مش فاضي يروح معاهم، وبيرد بيك عليهم وبيقول له انه عارف حل اللغز بتاع الوحش، لكن بيرد عليه الشخص اللي رايحين له يساعدهم وبيقول له انه مش هيقدر يجاوب على اللغز انه بيكون صعب قوي. وبيقول له بيك انه مستعد يموت علشان يعرف اجابه اللغز، وبيوافق الشخص اللي هيساعدهم وبيمشوا كلهم. وفي الطريق بيعرفوا ان حورس وعد بيك انه هيرجع له صاحبته،
وده لو بيك ساعده. وهنا الكل بيكون عارف كويس قوي ان حورس بيخدع بيك وانه مش هيقدر يرجع له صاحبته، وبتتضايق جدا من ده، وبتسأل بيك انه لو حابب يشوف صاحبته ويتكلم معاها، وده طبعا لان الاسوره بتاعتها بتقدر تودي اي حد لاي مكان. فبيوافق بيك وبيشوف صاحبته وبيطمن عليها وبيطمنها انه يخرجها وينقذها، والملك حورس هيساعدها. وبيوصلوا الهرم لكن مش بيلاقوا باب الهرم. بيك بيقول لهم انه عارف مكان الباب وان في عجله لما بتلف الباب هيفتح، وفعلا الباب بيفتح. اول ما بيدخلوا بيقابلوا الوحش وبيسالهم عن حل اللغز، وبيطلب يلاقوا حل للغز بسرعه، وبيقول له الشخص اللي معاهم هو فين الغلط اللي في اللغز. لكن اول ما الوحش بيسمع الاجابه الغلط بيهاجمه. لكن بعد شويه الشخص اللي معاهم ده بيجاوب الاجابه الصح، وبيلاقوا عين حورس. وهنا حورس بيطلع الميه بتاعته، وفجاه بيحاصرهم الملك ست. واول ست حاجه عملها اخد دماغ الشخص اللي معاهم. وقتها بيك هدده وقال له انه هيرمي الميه بتاعته في النار، لكن ست ما سكتش وطلع السلسله بتاعت صاحبه بيك وفضل يستفزه، وقال له ان حورس بيضحك عليه وبيخدعه لانه ما يقدرش يرجع اي حد تاني، لانه مش هيقدر يرجع له صاحبته. وقال له انك لو رميت الميه بتاعته فهيدمر جسم صاحبتك. هنا بيك وقف وما قدرش يعمل اي حاجه، واخد منه الميه ورماها على الارض. وبيهرب ست وبيسيبهم كلهم محبوسين جوه قفص، وفاضل شويه صغيره والهرم ينهار بيهم. وعلى اخر لحظه قدر حورس ينقذهم. وهنا ست حط دماغ الشخص اللي كان بيتمتع بالذكاء ده بدل دماغه علشان يعرف يفكر كويس، وبيروح عند شخص تاني علشان ياخد السلاح بتاع باباه. وبنشوف حورس واللي معاه وهم خارجين من الهرم. وهنا بنشوف بيك وهو بيلوم حورس انه كان بيكذب عليه وبيخدعه، وبتعاطف معاه واحده من الشخصيات اللي كانت موجوده لانها بقت حابه تقف جنبه علشان تساعده، وبتقول له انها هتديله الاسوره بتاعتها علشان ينقذ صاحبته. لكن قبل ما ده يحصل حورس بيمنعهم وبيتخانقوا مع بعض. لكن في النهايه بتخلع الاسوره بتاعتها وتديها لبيك، وبيروحوا هما الاتنين علشان ينقذوا صاحبته. بيوصل بيك عند صاحبته قبل ما ينقذها بيظهر الشيطان الكبير اللي هيدمر العالم. وهنا بيك بيسمع حد بيقول له ارجع بسرعه لحورس لان حورس هو اللي هيقدر يسيطر على الشيطان ده. وبيرجع بيك للعالم من تاني وبيحكي لحورس كل اللي حصل. وفجأة بيظهر ست ومعاه سلاح باباه، والشيطان الخطير بيكون وراه وبيعرف مكان المية اللي لو شرب منها هينتهي العالم كله. وقبل ما يقرب الشيطان من المية حصلت خناقة كبيرة بين حورس وست، وبيك قدر ينقذ حورس قبل ما ست يقتله، وقدر ياخد عين حورس من الدرع بتاع الست ورماها لحورس. وهنا حورس كان محتار ينقذ بيك ولا عينه، واختار انه ينقذ بيك. فجأة تحول لشكله اللي فيه، وهنا بتكون قوته أكبر بكتير من العيون، وقدر يرجع عينيه التانية. وبتحصل خناقة كبيرة بين حورس وست، وهنا قدر حورس يهزم ست. وقبل ما يقتله ست فضل يترجاه إنه يسيبه يعيش وإنه يديله فرصة تانية. وبيرد عليه حورس وبيقول له أنا مش غبي زيك، مش هعمل زي ما أنت عملت. وقبل ما يقتله كان الشيطان الخطير وصل للمية. وهنا حورس بيطير وبيروح لجده، وبيقدر يسيطر على الشيطان ويرجعه للعالم بتاعه من تاني. وفي نفس الوقت بيموت بيك، وقوة حورس بتقدر تنقذ بيك من الموت وصاحبته كمان. وبعدها بقى هو حاكم مصر، وبتتحول كل حاجة للأحسن. وكده يخلص الفيلم بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.